السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أبيات بسيطة رد على قصيدة الأخ الأستاذ حسن موسى أبو ثامر، وصلتني بعد نزولها على الجروب البطح، وكانت قصيدة جميلة ومؤثرة، ونشكر الأخ حسن على هذه القصيدة. وأيضا الأخ الأستاذ أبو وائل يستاهل الإهداء، فهو رجل تربوي ورجل قيادي وأستاذنا في التربية، نسأل الله له التوفيق. واعذروني أن يعني أخطأت سواء في النظم أو في الوزن أو في، أنا لا أعرف بحور الشعر كثيرا، ولكن اجتهاد وجهد مقل، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق، وأن نلتقي وإياكم إن شاء الله قريبا بإذن الله. يا أبو ثامر شخصكم ما له مثيل، في الوفا والطيب لا يمكن تطال. أنت شاعر وصاحب النظم الجميل، تنتقي في المدح أفضال المقال. في فنون الشعر أستاذ النبيل، وأنا لك تلميذ إنجاز المجال. وصلني المكتوب والمدح المهيل، في قصيدة وافية من كل جال. في قروب البطح على شعرك دليل، يعجب القراء عشاق الجمال. لا أنا شاعر ولا أعرف أشيل، غير متذوق من بحور جزال. لو معي طيف ولو شيء قليل، أستعينه بمدح محمود الخصال. ما عليكم زود ولك شكر جزيل، وأتشرف بكل مدح عني يقال. إن ولدنا في البطح جيل بعد جيل، من عهد الأجداد هامات الرجال. أنتم العزوة ولي محزم ثقيل، البطح قوم لهم قول وفعال. شيخنا فارس رمز حق ما يحيل، والقبايل صف خلفه بامتثال. مثل عرمز شامخ شعابه تسيل، تدمر عقوم البلاد وتشيل الثمال. الوفا محسوب من الرجل الأصيل، يرفعه فوق شامات الجبال. والمعلم له مقام وحقه التبجيل، وحب أبو وايل من سنين طوال. قايد في التربية وامثاله قليل، قد تدرج وارتقى وثابر ونال. فالك التوفيق يا أستاذ الجليل، اقبل الإهداء رمز ما يزال. يا حسن موسى أعتذر على الرد الكليل، والقريحة ما توازي نظمكم بيات حال. من سما أبهى من الجو العليل، أهدي الغالين حبي بابتهال. أهدي الغالين حبي بابتهال. أبو عزام.